حنا كنتكلموا على الوداد، كلكم تابعتوا معنا واحد التدوينه في التويتر ديال احد رجال الاعمال السعوديه اللي كانت خلفت بزاف ديال الهضره، بزاف تكلموا عليها. تدوينه اللي السيد عبد الله بن عوده كل شيء كيتكلم على هذا السيد انه ممكن غادي يعني كيقدم راسو كرجل اعمال اللي ممكن يستثمر في الوداد. حنا مشكور السي عبد الله بن عوده اللي اتصلنا به باش نتاكدوا من هذا الخبر هذا ونعرفوا الحيثيات ديال ديك التدوينه، فطلبنا ما ندخلوش معها في التفاصيل، ولكن بزاف ديال الامور يقدر يوضحها لنا السي عبد الله بن عوده. اهلا بك سي عبد الله بن عوده. اهلا وسهلا، مرحبا، الله يحييك اخوي. مشكور على تلبيتك الدعوه معنا على اذاعه راديو مارس. كانت عندك يعني نهار نعم كان عندك يوم 4 في الشهر الجاري كان عندك تدوينه في تويتر في حسابك الرسمي اللي هو موثق، اللي كتبت فيه مع بعض على طول الطريق. نعم. وطاقيتي فريق الوداد الرياضي، قلت مستعد للانطلاق من الآن في التحدي الجديد بالانضمام إليكم في هذه المسيرة الرياضية الحافلة بالألقاب والتتويجات. هذه التدوينة يعني أثارت الكلام بزاف بين جماهير الوداد الرياضي والجماهير المغربية. فقط هي تدوينة ما كانتش واضحة بالضبط شنو تقصد سيد عبد الله بن عودة. كانت عندها مجموعة من التأويلات. اليوم أنت معنا مباشرة على أمواج راديو مارس، نقدر نعرفوا يعني التدوينة الهدف منها والغرض منها. والله لا، الهدف انا من محبين الوداد يعني من زمن يعني، وانا ارتبط يعني كثير من الاصدقاء واحباء في المغرب وبلدنا هذا الشقيق واخواننا فيه يعني، من محبين هذا النادي العريق منذ زمن بعيد. وكنت في يعني اتابع عن قرب وعضو ذهبي في نادي الاتفاق، وأرى التطورات التي تحدث الآن في العالم وفي المملكة العربية السعودية بالذات، استنادا إلى رؤية 2030 وحوكمة الأندية، وأنها يعني مقبلة على خير في الاستثمارات في الأندية وكله يعني عالم الرياضة في تطور عندنا صاروخي. فبالتالي بدأت الفكرة عندي بصفتي يعني أنا أحب يعني الفرص عندما تأتي أن الواحد يعني يحاول جاهد أنه يغتنمها، وعندما تغتنم شيء وأنت عندك فيه شغف يعني يكون الأفضل، لأنك سوف تنتج فيه، سوف يكون ربي يعني يكون هذه الفكرة يعني مباركة ويكون فيها إن شاء الله قبول يعني. فنادي الوداد نادي معروف يعني، ويعني من أعرق الأندية العربية والقارية وأكثرها تتويج على مر السنوات. تأخذ لك قاعدة متينة، ويعني أفضل من أن تبدأ من بأقل من هذا أو من بشيء يعني في المستوى الذي لا يوصلك إلى أهدافك ويعني غاياتك وتخطيطك. واش هي كانت محاولة لجس نبض الشارع الكروي في المغرب بتشوف ردة الفعل؟ هو هكذا، لأننا أعرف أن المغربيون يعني اجتماعي مجتمعهم ويعني لا يتنازلون عن مثلا، لا يمكن أن يتملك الأجنبي مثلا قطعة أرض زراعية هناك، والأنظمة فيها يعني شوية جفاف لجذب وحشد الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للأراضي وبالنسبة زي نادي عريق مثل هذا وهكذا. الشعب المغربي يعني عربيته ما زالت أصيلة يعني متأثرة يعني كثيرا يعني، لكن نتمنى أن يكون هناك فيها مرونة في هذا الشيء، لأن العالم كله الآن ينظر إلى يعني الاستثمار في كل شيء، وأن يكون هناك استدامة في مثل حتى الأندية الرياضية، وأن تكون مثل الشركات وهكذا. هذه رؤية العالم الآن إلى هذا الشيء، وأنا ما أقول أن المغرب أنه يعني هو يخطئ في هذا الشيء، ولكن أقول المجتمع يعني ما زال متمسك في هذه الأشياء. ولكن عندنا في كرة القدم يعني بعد تم إنشاء شركات بالفرق، والآن ممكن يكون استثمار. واش أنت كتقدم راسك على أساس أنك رجل أعمال ممكن يستثمر في الفريق الأحمر؟ والله شوف، هو أنت عندما تكون أنت إدارتك التي تختاره، الهيكل والتنظيم هو تحت سيطرتك أنت، لتضمن يعني حدوث ما أنت يعني تخطط له واستراتيجياتك، هذا يكون أفضل
عندما أنت تستحوذ على كل شيء. وأنا يعني الآن لا أريد يعني أخوض في تفاصيل هذا الشيء. أنا مستعد للاشتغال يعني برفقة أخي رئيس النادي سعيد الناصري، ونستمر جميعا يعني في حصد النتائج الإيجابية والسير يعني بخطى ثابتة لما تسمو إليه مكونات هذا النادي العريق. تكلمت مع سعيد الناصري في الموضوع ولا مازال؟ والله لما أتواصل بعد مع أخوي سعيد الناصري بحكم تزامن أجندة المقابلات والمباريات المتوالية للقلعة الحمراء يعني، وانتظر نهاية هذا الموسم لتقارب الرؤى بيننا. وأنا لدي وكيل هناك، وكيل الأعمال، وهو يقوم بهذه الأمور وهذا الشيء، لكني كنت حريص على أني لا أعمل شوشرة خاصة في المباريات الماضية للجمهور ولا اللاعبين ولا لأي أحد. والاستثمار بفريق مثل الوداد فخر، يعني أنت تفتخر في هذا الشيء لكل واحد يعني مستثمر، بحكم النادي الأكثر حصدا للألقاب محليا والأفضل رياضيا السنوات التسعة الأخيرة. حقق نتائج يعني تقلد بها أخي سعيد الناصري، خصوصا يعني بعد أن أصبح رئيسا للنادي في عام 2014. النادي ما شاء الله تبارك الله له مستقبل، يعني هو الآن فوق هام السحب، وله إن شاء الله بطولات إن شاء الله يحققها ونجاحات أكثر من هذا الشيء. نعم، يعني لهذا السبب كان اختيار الوداد دون غيره من أي من الفرق المغربية. نعم من الوداد اخترته أنا لأنه من عرقها، يعني لم يكن هو الأول العربية والقارية يعني أيضا على مر هذه السنين، عندما تحسبها الإنجازات والإخفاقات بالنسبة إلى الأندية فتجد أن الوداد هو الذي يسيطر على الوضع يعني حاليا. نعم. كمستمعين ومتتبعين يعني عبد الله بن عودة وعلاقته بكرة القدم، الناس المتتبعين جماهير الوداد بغوا يتعرفوا عليك وعلاقتك بكرة القدم. والله أنا عندي هوايات كثيرة، منها يعني كرة القدم، وعندي هوايات أنا كنت يعني طيار أطير يعني، وكنت نسافر كثيرا إلى المغرب، وحببنا هذا يعني البلد وحببنا هذا الشعب وحببنا الكرة منكم يعني أنتم في بداياتنا. أنا كنت أشجع أول ما شجعت نادي الوداد البيضاوي بسبب أسباب يعني كثيرة. نعم، إذا الأمر الآن مازال متداول. يا الله غادي تتكلم مع سعيد ناصر وتشوف واش ممكن يكون بإذن الله. نعم بإذن الله، يعني إذا وافق أخوي سعيد الناصري على اشتغال مع بعض يعني نجعل من الوداد إن شاء الله خاطرة دولية تضاهي كبار أندية العالم بإذن الله. دونك هذا هو غير تساؤل على سي عبد الله بن عودة واللي كيقدم نفسه كسفير القلوب في حساب ديالو على تويتر، لأن التغريدة ديالو ما واضحاش. هو كيقول بالحرف: مستعد للانطلاق من الآن في التحدي الجديد بالانضمام إليكم في هذه المسيرة الرياضية الحافلة بالألقاب والتتويجات. فالانضمام على أي مستوى؟ هل كمحتضن يعني هل لديك مثلا محتضن يمكن أن يحتضن فريق الوداد، أو مستشير يمكن أن يستشير داخل فريق الوداد، أم ترغب في الاستثمار يعني داخل فريق الوداد؟ فخص لازم الصورة تكون واضحة جدا. ثم هل لديك ثم نعرف أن عندك علاقة على ما أعتقد بالاتفاق السعودي، النادي عضو ذهبي في فريق الاتفاق السعودي. صحيح، هذا صحيح، أنا عضو ذهبي في نادي الاتفاق، وبالنسبة للاستثمار أو الاستحواذ وهذا احنا دائما نريد الفرصة الأكبر في الشيء، أن الاستحواذ يتم يعني بالموافقة، لكنني ما زلت لا أعرف الأنظمة لدى يعني هل هذا ممكن بالنسبة للوداد، يعني لابد أن نعرف أن في إمكانية أو في استثناء لهذا الشيء أو يمكن يحصل، لكننا لا أريد أن يرفض في هذا، لأن دائما إحنا نريد أن نأخذ أكبر فرصة ممكنة. لماذا؟ لنحقق، لأنه هو ناجح وسوف يعني لن يكون هناك يعني ندم أو خسارة أو من هذا القبيل، يعني المخاطر هي شبه صفر أو صفرية بالنسبة للاستحواذ على نادي مثل نادي الوداد. ولكني أنا ما زلت يعني لما أتواصل مع أخي وأنا نجلس على الطاولة المستديرة بعد، لكنني يعني أنتظر هذا إن شاء الله قريبا يتم هذا الشيء، وإن شاء الله أنه نجد أفضل فرصة لكلينا يعني لتحقيق أهدافه، يكون العمل مشترك يعني بيننا، ونشوف كيف الوضع يعني بيكون.
لا ان شاء الله نتركها هذه الايام المقبله باذن الله. وانا اسمح لي، ما يمكن الواحد الا يرحب بهذا مثل هذا الانخراط في المجال الرياضي، لانه هو المستقبل. الضمانات والاستثمارات هو، وان كان نفضل الاستثمار عوض الاستحواذ من ناحيه الكلمه، باش تخلي حتى الجمهور والمكونات ديال الفريق يطمئن اكثر. وبالتالي من بعد التدوينه ديالك اللي اعتبرت جس النبض، واش تلقيتي شي اشارات ايجابيه من طرف المكونات ديال الوداد؟ ثانيا، واش عندك خلفيه من الناحيه القانونيه حول النظام اللي معمول به على مستوى الشركات اللي تابعه للانديه واللي كتخلقها الانديه ديال كره القدم في المغرب؟ صحيح، نحن نريد ملف النادي عند الرغبه يعني من اخوي سيد الناصري، نريد ان نطلب يعني عندنا متطلبات عندما نحصل عليها ويتم دراسه هذا الموضوع، وان شاء الله يكون فيه هنا لنا نصيب باذن الله. يعني هذا اللي هو نتمناه نحن. وبالنسبه للتغريده يعني صراحه عملت حراك، ورايت ان فيه يعني قبول الحمد لله. انا كنت متخوف جدا من هذا الشيء، ان يكون هناك هجوم او حاجه يعني غير ساره، لكن الحمد لله يعني تأتيني الرسائل على الخاص كثيرة بالقبول، ويعني الدعاء لنا بالتوفيق من هذا القبيل. وهذا هو اللي يعني يريحك في بداية الأمر، أنك تكون مرتاح، أنك مقبول إلى شيء وإلى جمهور يحبك يعني، وما عنده مشكلة يعني، إلا فيها يعني قليل جدا، لكننا يعني متفاعلين. تحية لك سيد عبد الله بن عودة، رجل الاعمال السعودي اللي وضح لنا الامور بخصوص التغريده ديالو اللي كانت في تويتر. واكيد التفاصيل نرجعوا لها من بعد ما يكون عندك لقاء بسعيد ناصيري ونعرفوا بالضبط شنو هو الراي ديالو، شنو المآل ديال هذا الامر هذا. تحيه لك، شكرا جزيلا. الله يحييك، اهلا وسهلا، تشرفت. شكرا. حاولنا اننا نكون عندنا السبق ونتعرفوا على يعني هاد التغريده هذه، واش يعني كانت الهدف منها هو جس النبض، واش الهدف منها فعلا ان هذا السيد، هذا رجل الاعمال السعودي المعروف، انه يحاول يكون سباق في كرة القدم الوطنية، انه يستثمر في فريق من فرق ديال كرة القدم. وجميل جدا باللي البطولة ديالنا والفرق ديالنا بدات كتلفت الانتباه ديال الناس، ديال المستثمرين ما على برا، كيدل على ان كرة القدم الوطنية راه تطورت، بان ما وقع في المونديال وكذلك نتائج الفرق الوطنية راه بدات كتعطي الاثر ديالها. بالفعل انا قلت في السؤال ديالي استاذ عبد الله بان فعلا نتمناو هذا الرهان ينجح، وهذا البعد الاستثماري ينجح، لان وحنا كنشوفوا الان على المستوى الدولي اكبر الانديه الان اللي مسيطره على الساحه الاوروبيه والدوليه فاستثمار خليجي بالدرجه الاولى، مانشستر سيتي، ونجحوا طبيعه الحال استثمار اسيوي، استثمار امريكي، وبالتالي خصنا ندوزو هذه المرحله، ولكن ندوزو في اطار هيكله قانونيه ومؤسسات هي اللي كتخلي هاد المستثمرين انهم ياخذوا ضمانات اكثر، ياخذوا حمايه اكثر، لان المستثمر طبيعه الحال راه هو قال في الكلام ديالو في الاستثمار ما كاينش صفر مغامره، ما يمكنش، ولكن خاص اكبر الضمانات تكون على الاقل الحد الادنى الضمانات الماليه والاداريه والمؤسساتيه تكون حاضره، وهذا المستوى خصنا ندوزو ليه. ما يمكنش تبقى غادي بهذا الشكل، خاصك فعلا. ما عندناش رؤوس اموال كبيره للاسف، حتى رؤوس اموال وطنيه ما كتحاول تبتعد ما امكن من الرياضه، فنقلبوا على مستثمرين اجانب، مستثمرين عرب خليجيين، ولما على جنسيات اخرى، خصوصا بان الانديه حتى في ايطاليا تستفد من الاستثمار الاسيوي، وداك الشيء بوضوح، وراه بزاف ديال الانديه اللي في حقها. شوفوا الاطار القانوني شنو كيخول لهم، لانه الدوري الانجليزي احسن دوري في العالم، مالو استثمارات اجنبيه من امريكا، من دول اخرى. راه الان راه مجموعه احنا هذا المستوى اللي وصلنا ليه في النتائج على المونديال وكذلك الانديتنا المنافسه على المستوى القاري، خاصنا تكون عندنا عائدات، لان فعلا راه بعض الانديه العربيه بلا من كل سميت راه بدات كتستافد من ناحيه العائدات اشار لدوليه. حنا باقي ما بغيناش نقدرش ندوزو لهذا المستوى هذا، حنا كنلعبوا كاس العالم للانديه وما كنجيبوش عائدات على الاقل استشارات ولا مستشارين ولا مساهمين اجانب، ما كنقدروش، لان فعلا خاصنا ندوزو لهذه المرحله اللي هي المستقبل وهي الضمانات ديال التطور، ونعرفوا الطريقه اللي ممكن اننا نجبدوا بها الاستثمارات القانونيه اللي قادرين يمشوا في هذا الباب. اكيد. دائما معكم مستمعينا الكرام، عندك شي اضافه في هذه النقطه هذه؟ لا، انا شوف يعني الفكره مزيانه، لانه الاستثمار
الاجنبي مزيان تكون الانديه المغربيه والدوري المغربي يكون مغري. يعني الاستثمار الاجنبي هذا امر ايجابي جدا، لان بدون يعني استثمارات ما يمكنش غادي تطور المنتوج الكروي. اليوم راه الميزانيه ديال الوداد اللي لعب مع الاهلي المصري في المقابل النهائي ديال الابطال اللي فاز عليه السنه الماضيه وعاود لعب معه مقابل النهائي، لا مجال للمقارنه، راه فرق كبير جدا. ولكن ايضا خص تكون الامور ايضا جديه. ما يعني واش هل القانون يسمح ام لا يسمح، هذا نقاش اخر. عبد الله بن عوده فعلا رجل اعمال، يعني عنده استثمارات، عنده مهتم بالإبل، كان ايضا مهتم ربما بالرئاسه ديال الاتفاق السعودي. شفتوا تدوينه ليه كيقلب على حتى هو كان مهتم بالاتفاق السعودي، وكان حديث على انه يمكن الترشح ايضا حتى الرئاسه ديال الاتفاق السعودي في فبراير الماضي. فهو ماشي غريب على هذا المجال. ولكن واش هو كيقول لك انا باغي الوداد، عندي تعلق بالوداد، عنده مزيان، ولكن الى اي مدى؟ يعني طبيعه الحال هو كتغريه الجماهيريه ديال الوداد، الحضور الجماهيري، شتي التدوينات ديالو. قال لك الهامش ديال الخساره صفر، ولكن هذا لا ما كاينش هامش. لا هو قال لك ما كاينش، ولكن هو قال لك ما كاينش بالنسبه لي هذا المشروع مربح. يعني بالنسبه لي انه وضع اليد على فريق من حجم الوداد، ولكن التدوينه متى تكتبات؟ في 4 في الشهر. حنا دابا شحال في الشهر؟ اليوم احنا 15. حنا 15. يعني اللي كانت رغبه حقيقيه خص يكون تواصل، بدا دار تواصل مع الاداره ديال الوداد او شي حد، غير باش تفهم القانون شنو كيقول. قال لك هو عنده وكيل ديالو لهنا كيتسنى الفرصه فوقاش يهضر مع ناصري، لان راه جون ديال المباريات قال لك ما بغيتش ندير ربما جمال حتى هذا وقيلا تدوينه غير جلس النبض بالنسبه داكشي سولنا جماهير الوداد، وكذلك يشوف مزيان. انا بالعكس والله الا ارحب بالاستثمار الاجنبي يدخل الانديه المغربيه، لا الوداد لا الرجاء لا الانديه الكاملين ديالنا، لانها محتاجه لهذا الشيء. ولكن خصو يكون في جدي، ما يكونش غير فقط من اجل اطار قانوني كيف ما قال روح لهم مؤسسات، لانه حنا ما عرفناش القانون. لا مزيان، غير قلت لك انا يكون فعلا رغبه حقيقيه. حيت كان عندك رغبه حقيقيه وهذا النادي مهتم به، الا ما كانش الا كانت استثمار مزيان ما كانش تقدر تجيب فوالا دير طريقه باش الله قرب من هذا النادي اكثر، دير تواصل اكثر. اما باش عاد تغريده ونكون شويه الرواج ونغبر، لا هذا هو اللي ما بغيتش انايا. تولي بحال كتستعمل الاسم ديال، ولكن هو فعلا رجل اعمال. هو رجل ماشي كل واحد نعطيه حقه. انا بحثت عليه فعلا رجل اعمال، تبارك الله الخير موجود. يعني الثروه ديالو واحد 200 مليون دولار. عمر كاين، يعني كاين، يعني كل شيء كاين فهمتي. ولكن واش فعلا هذا الشيء جدي ام ماشي جدي؟ هنا يعني هذه اسئله تطرح. كنظن جمال باقي شويه الوقت باش نحكموا عليه. زعما قلت لك كاين الوقت دابا. بالعكس قال لك اودي حتى الظرف اللي كتعيش الوداد، التراكم والالتزامات، كثره الالتزامات الوطنيه على المستوى القاري، باقي ما عطاش هذه الفرصه. ربما كاين الفرصه، ولكن اللي كنتمنى فعلا تكون رغبه حقيقيه، وتكون يعني راني هو استعمل واحد الكلمه ربما في السياق، وراه قلت له قضيه استحواذ ديالنا دابا الان ما كايناش كاع. قال لك هو استثمار. لان علاش راكشتو عندهم هذا المصطلح هما رد الفعل ديال المكونات ديال الانديه المغربيه كلها، بلي كتقول بان هو راه ثاني خطا في التعبير، تحول الانديه الى شركات، ماشي تحول الى شركات. الانديه كتخلق شركات لتسيير الفريق الاول. فهذا الوضوح على مستوى الكلمات، لان علاش مكونات ديال هذا غيدير فرقه، راه كاين ديك العقليه، هذا غيدير فرقه، هذا علم الله اش غادي يدير. الناس اللي كيعارضوا هذا التوجه هذا كيحاولوا يستغلوا هذا عدم الوضوح على المستوى التعاطي ولا على مستوى استعمال المفردات لتخويف الناس بان هذا المستقبل. ولكن راه شوف، هذا هو المستقبل. هذا هو المستقبل، نفسه فرق كبار.